السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي الأهلي النهاردة طبعا ما عرفش يكسب. تمام. رغم محاولات كتير، حاول مع غزل المحلة كتير. كابتن علاء عبد العال طبعا كلنا عارفينه. مع احترامي الكامل ليه، تحس ان هو بيدافع عن شرفه. مش عارف إيه يا عم، العب لعبك. العب لعب نضيف. ايه اللعب ده؟ انا مش فاهم. يعني هو ده اللي مخلي الدوري المصري بتاعنا عقيم. افتح لعبك والعب. معاك لعيبة، العب. ايوه، مش هتقدر تجاري الاهلي بامكانياته بلاعيبته، لكن العب لعبك. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ خسرت كسبت. هو ده الكوره، هي دي متعتها. هي دي متعتها. العب يا عم لعبك. في إيه؟ مالك يا عم؟ ايه اللعب ده؟ 11 كلهم واقفين تحت الكوره. ايه اللعب ده؟ تلعب يا عم. اما بالنسبه لمدرب الاهلي ده انا جاي له. ده مدرب الاهلي ده قصه. انا من ساعه ما جه وانا قلت ده مش مدرب، ده مشروع سوارش تاني. ده مش مدرب. وبرضه بكررها، ده مش مدرب. ده مش مدرب. ده حد في الإدارة جايبه بياكل عيش. اللي جايبه بياكل عيش، وهو جاي ياكل عيش. ده مش مدرب. خلينا نكون صراحة يا جماعة، ده مش مدرب. ده لا مدرب الأهلي ولا يدرب فرقة في نص الجدول، أقسم بالله. ده ما يدربش فرقة في نص الجدول. ده تهريج، والله ده تهريج وده استهتار. وحاجة يعني المفروض مجلس الإدارة يتحاسب عليه، ويتحاسب على اللي جابه. يعني اللي جابه برضه يتحاسب عليه. ايه ده؟ ايه اللعب ده؟ انت معاك فرقه تكسب اي حد. انت معاك فرقه تكسب اي حد، واتقل حد في القاره. مع احترامي لكل الفرق، اتقل حد في القاره مين؟ الاهلي يلبسه 4-5. معلش، انت عملت فرقه وجبت لعيبه على مستوى. فين بقى؟ فين بتيجوا لحد المدير الفني ومش عارف؟ بتفقدوا الذاكره. مش عارف بتعملوا ايه بصراحه. انا مش فاهم بتعملوا ايه. الله المستعان.